مش هتشتريه من بره تاني أبدا. في الوصفة دي هعلمك ازاي تعملي أطعم وأنجح ستريبس وبقرمشة جبارة. لو أول مرة تشوفيني أنا أم حمزة. ما تنسيش تعملي لي شير وكومنت ومتابعة لو الفيديو عجبك، ونصلي على الرسول ونبدأ. أنا معايا كيلو إلا ربع من الصدور، وهمسكه أقطعه التقطيعة المناسبة ليا. انت برضك تقدري تقطعيه التقطيعة المناسبة والحجم المناسب ليكي، بس كوني نقعاه في محلول النقع بتاعه مية وملح ومعلقة من السكر ونص ليمون عشان يديكي طعم حلو وريحة كمان حلو. هاخده بقى في البولة، وهجيب معلقة كوباية من اللبن، واحنا عايزين الحليب بتاعنا نروبه. هنحط له نقطتين من الليمون ومعلقة من الخل علشان اللبن بتاعنا يروب ويدي طعم حلو قوي كده هوت في الأنسجة ويخليها طرية. وهنبتدي بقى نقلبه كويس قوي، ننزل عليه بالتوابل بتاعتنا: ملح وفلفل، توم باودر، بابريكا، وبصل باودر، وشطة، وورق لورا، وحبهان، ومعلقة من السكر. قلبيهم كويس قوي مع بعض، وهناخد نص المكونات بتاعتنا بس هنحطها على الحليب ونقلبها كويس قوي، وننزل كمان ببيضاية، والبيضاية بتخلي لك الطعم أغنى والأنسجة أحلى. نقلبها بقى كويس قوي زي ما انتم ما شايفين كده اهوت. وبعدين نحط الاستريبس بتاعنا فيها ونقلبه كويس قوي عشان نتأكد ان الخليط بتاعنا دخل في كل الأنسجة، ونغطيه ونسيبه أقل حاجة 3 ساعات في التلاجة عشان يشرب من التتبيلة الحلوة بتاعتنا. نجيب بقى كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية من النشا، ونقلبهم كويس قوي، وننزل بقى بباقي المكونات بتاعة التتبيلة ونقلبها كويس قوي كده اهو. هنجيب بولة بقى وننزل فيها بكوباية من المية المتلجة. دي الخطوة ديت لو عايزة تعمليها، وأنا هوريكي طريقتين ممكن تعملي بيهم واختاري اللي تعجبك. هننزل بقى بالاستريبس بتاعنا ونعمله تقليبة كده اهوت حوالي 10 مرات عشان يعمل الكفر بتاعنا. بعدين ننزل في المية المتلجة ونرجع تاني نحط في الدقيق بتاعنا ونقلبه حوالي 10 مرات زي ما انتم شايفين كده عشان ياخد الكفر المقرمش بتاعنا. وبعدين هروح عاملة برضه هعمل معاكم وحدتين تاني، هاخد الاتنين دول وهحطهم في الدقيق بالنشا بتاعتي، وارجع احطهم في المية المتلجة واحطهم كده. معاكي مصفى بقى هتصفي الستريبس بتاعك من الدقيق الزيادة او اي حاجة علشان ما يتحرقش منك. زي ما انت شايفة كده هننزل بقية الدقيق بتاعنا عشان يكون الكفر بتاعنا مقرمش كده ومن غير حرقان. الطريقة التانية أنا هاخد الستريبس بتاعي من التتبيلة بتاعته وهعمله كله بالدقيق والنشا كله مرة واحدة، وبعدين هرجع أنزل في الخلطة بتاعتي، مش مية متلجة ولا حاجة، هنزل في الخلطة المتبلة بتاعتي عشان الكفر الخارجي يكون هو كمان متبل. اللي تريحك اعمليها الطريقة ديت أو الطريقة دي، بس الطريقة دي مناسبة جدا لأن الكفر بيكون شارب من التتبيلة وطعمه حلو قوي. هعمله بقى زي ما قلت لكم كده اهوت، وارجع احطه في الدقيق. بس لو هتعملي الطريقه دي زودي الدقيق بتاعك عشان تقدري تقلبي الاستريبس بتاعك كويس قوي. هنا خلصت وصفيته من الدقيق وكل حاجه. هنحطه في التلاجة ربع ساعة وبعدين ننزل بيه على زيت سخن قوي، ويكون الزيت مغطي الاستريبس بتاعنا علشان الكفر ما يطلعش. وبألف هنا وشفا، واختاري اللون اللي يعجبك. أنا طلعته بالطريقة دي وناشف وجميل، الكفر بتاعه مقرمش قوي. جربي الوصفة ولو عجبتك ما تنسيش تدعميني. ألف هنا وشفا. وما تنسيش لو عملتي الوصفة تقولي لي رأيك فيها ايه. حلوة وطعم ولونه من جوه أبيض وجميل جدا والأنسجة طرية أوي. باي باي.